دايما وابدا في كلامك مع الحسود لازم تتبع سياسة الصمت ثروة مش هتعرف قيمتها الا لو اتنيلت اتكلمت. بمعنى انك لو قعدت مع الحسود خد بالك هتلاقيه مبرمج على التضاد، اي حاجة وعكسها. اوضح اكتر، لو انت مقابله مثلا وانت عواطلي وهو شغال هيبقى الرد تشتغل ليه يا عم؟ خلي الشقة والتعب ده للناس اللي زينا. لو تأخرت في شغلك كل يوم هيقول لك ده بياخد اوفر تايم. لو عازب يقول لك ده مقضيها. لو متجوز يقول لك مستريح ومش عارف يودي فلوسه فين. ولو جبت حاجة قسط يقول لك ده بيوفر. لو جبت حاجة كاش يقول لك ده لسه قابض الجمعية. دايما انت بالنسبة له رائع عظيم الى ان يحدث العكس. تتقي شره ازاي بقى؟ اول ما تجيب عربية جديدة ما تستناش لما هو يديها عين، سبق انت وخش بيها في اقرب شجرة او حيطة. لو بصت على ابنك وقال لك الواد ده شاطر كده ليه، اتبعه قدامه. ما تدلوش فرصة يبوظ عليك حياتك، بوظها انت بايدك واسبقه. تعالوا نشوف الناس هتقول ايه. وحسبي الله ونعم الوكيل. صباح الفل. صباح النور. ايه رايك عن الحسد؟ الحسد والله هي حاجه مذكوره في القران. حلو بتاع ربنا ولوحش بتاع ربنا. لا الحسد انا ماله مال الحسد، الحسد مذكور في القران ما قلناش حاجه. الحسد ده حاجه دي بتاعت ربنا، ده حاجة أساسية دلوقتي في البلد. ما حصلكيش موقف كوميدي قبل كده مثلا حد قال لك ايه ده مش عارف ده حلو والحاجه دي كويسه باظت لا قدر الله وكده؟ أنا كنت جايبة مرة مغيرة العربية بتاعتي وبعدين واحدة كده قابلتها فبتقولي أنت فين وكده، قلت لها أنا مسافرة. فقالت لي إيه ده أنت مسافرة بالعربية الجديدة؟ قلت لها أه. لا السفريه ماشي. اتضرب عليا نار حضرتك. مرة كنت خارجة من البيت وواحدة جارتي شافتني وأنا لابسة شوز كده بكعب، رجعت من غيره. مرة قالوا لي إيه أنت وشك أمور قوي، كنت لي حساسية لدرجة إن أنا رحت لدكاترة مصر كلها مش عايزة أتعالج، قالوا لي لا روحي هاتي معزة وخدي اللبن بتاع المعزة حطيه على وشك. ما جبتش مثلا بنطلون جديد واحد قال لك ايه ده حلو واتقطع ولا حاجه؟ في واحد. ايوه عملت ايه بقى؟ عايز ودته الترزي 5 خماس يعني حظوظ فيها عود 5 خميسة 5 خميسة. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هسلم. لا اسمع لا ارى لا اتكلم فيه وكل اللي بيتقال لي هسلم. مش عاوز تنطق طول انت جاي هنا ليه؟ يا باشا انا ما اعرفش اي حاجه، انتوا اللي عايزيني وانتوا اللي جايبيني. انتوا ما قلتلوش دي مهمة سرية يا فندم. انا قلت لكم انها مهمة سرية؟ ايوه يا فندم. طب ايه اللي معصبني كده؟ انا مش فاهم اللي منافس. تعال. ايه يا فندم طلعت سريه؟ طب السريه دي اسهل حاجه. طب ما انت حضرتك مكبر الموضوع كده كده اهو. ايوه شكرين يا باشا. لا العفو على ايه؟ ده الحمد لله انا اطمنت دلوقتي انها سريه الحمد لله. زقولي قدام شويه. شوف يا رشاد، احنا اخترناك من وسط 90 مليون بعد تحريات في منتهى الدقه، وبعد ما تاكدنا ان انت اثبتت ان عين الحسود فيها مليون عود وعود. المعلومات اللي عندي بتقول ان عينك ممكن تفلق اي حاجه مش الحجر بس. يعني سنه 2010 اتخانقت مع سواق زميلك في الموقف عشان كنت عايز تحمل قبله. ايوه فاكر طبعا ها؟ واول ما طلع عليك المطوه اديته عين فغز نفسه هو بدل ما يغزك. فاكر الحدث ها؟ في 2000 اخلص. في 2012 زبون بعربيه مرسيدس زنق عليك فاديته عين فاتقلب بعربيته في الترعه رغم انه كان ماشي على كوبري اكتوبر ومفيش ترعه تحت اكتوبر، بس انت قادر يا باشا. ما هو اكتوبر كده غدار طول الوقت ملوش امان كده. مش بس كده، انت كمان اللهم احفظنا عندك ميزه مش عند اي حد، انت بتحسب بالخيال. طيب ما ديك قلت هو كبير، يعني هستفيد ايه بقى لما تغمي عيني وتخليني مش شايفك؟
ما انا ممكن احسد بالخيال برضك وانا مغمى عيني كده عارف ان انت قدامك السكريبت وبتقرا منه. فخلينا بقى نبقى حلوين كده وندي بعض الامان. ابوس ايدك بلاش تحطني في خيالك، انا لسه مترقي جديد وعندي عيال يا ابني. لا يا باشا ما تخافش، عيني عليك بارده. شيلها له يا ابني وربك يستر. لقيت دي معايا يا ريس. وريني كده. تركز معانا، بص قدامك. حاضر يا باشا. بص على يمينك بقى وراك. شايف يا باشا، شايف طبعا، شايف شاشة عرض من الصنف الغالي قوي. يا باشا انتوا حاجاتكم تعبانه ولا انتوا قصتكم ايه بس؟ لسه برضه هي اللي تعبانه. ايه النظام؟ ده عمرها ما عملت كده. خليك حلو يا ابني، ابوس ايدك استرها يا رب. بقول لك ايه، عايز تقول حاجه؟ انا يا باشا تحت امرك من ايدك لايدك دي. انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطر مصر. انت عارف مصر دي بالنسبه لي ايه؟ مصر دي بالنسبه لي من الصنف لا سيب البلد في حالها، البلد مش ناقصه. حاضر يا سيدي الناس. اهدى شويه. حاضر. بص يا سيدي، احنا كل اللي عايزينه منك ان احنا هنطلع لك جواز سفر مطلوب وتسافر بيه لاسرائيل. اول ما توصل هناك هتركب ميكروباص مشروع توك توك، توصل عند مبنى الموساد، هتدي له بصه حلوه من البصات بتاعتك تفلقه لنا 4/4. ايه الافكار الجميله دي يا باشا؟ افكارك دي ايه بس؟ استرها، انا دايخ. بس انت عارف احنا ممكن نعملها من غير اي تكلفه، من غير ما تدفع ولا مليم. انا ممكن اخلص لك القصه دي وانا قاعد هنا اهو، واخد انا الفرق. ليه اللفه والسفر والمروح والمجيه والشغلانه دي كلها؟ من غير ما تسافر خالص يا باشا، هنا كده قعدي كده من موقعي هذا. من موقعك هذا؟ طب يلا يا باشا. عايز اقول لك بلا فخر، لو عايز تحسد حد في المريخ يبقى امين. يلا. الواحد جواه شويه حقد وغل يفلقوا العالم كله. اسرائيل الموساد. اسرائيل دي صنف من الغالي قوي. تليفون. الو. ايوه يا فندم. الاردن. يخرب بيتك يا شيخ. ايه يا كبير؟ طيب تمام يا فندم. حاضر يا فندم حاضر. الاردن؟ انا مش عرفني ايه علاقه الاردن بالاسرائيل بالمنطقه دي؟ الحدود، ما الاردن لازقه. يا باشا ما انا مش GPS، انا راخر وانا بحسب بجوجل مابس. ما انت لازم ترسيني، ده انا بشغل الخيال وكده. اديني لوكيشن. يخرب بيتك يا شيخ. يا فندم احنا بقالنا 96 ساعة ما نمناش. 96 ساعة؟ دي ايه الدماغة دي؟ يخرب بيتك. انت عملت ايه؟ يا باشا انت بتشخط فيا بدل ما تتشكر لي ان انا نيمت لك العيال. نيمت لي العيال يوم عندهم مدارس الصبح عشان يرتاحوا كده ويشوفوا اشغالهم. ولا مش عايز منك حاجة. احنا هنحارب. هتحارب؟ ايوه. قدها وقدود يا كبير. جابني اردن.